الحقيقة لم أذق أجمل من الحب في الله. إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. أنت بتحب ربنا؟ أكتر حد بتحبه هتحشر معاه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أجمل شيء في هذه الدنيا أن تحب في الله. أنا الحقيقة لم أذق أجمل من الحب في الله. يعني كما قال يحيى بن معاذ: أخف عبادة على القلب والبدن هي الحب في الله تبارك وتعالى. ويقول يحيى بن معاذ أيضا من جميل كلامه أنه كان يقول: حقيقة الحب في الله ألا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالود. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني والشيخ وسائر المشايخ على محبة الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يسبل عليه ستره الجميل. نشكر لشيخنا الحبيب الشيخ أبو إسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذه الخطى في ميزان حسناته، وأن يرفع بها درجاته، وأن يتقبل منا ومنه ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال. وأشهد الله أنني أيضا أحبه في الله وأحب إخواني إذن الشيخ في الله، وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا بهذا الحب مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بمنتهى الوضوح والصراحة، أنت بتحب ربنا؟ أنت بتحب ربنا؟ أنت بتحبي ربنا؟ أنتوا بتحبوا ربنا؟ الحب الحقيقي، حب الحقيقي ما بين الحب نفسه اللي هو بالقلب كله. الحب في الله بذل لله اللي هو مفيش عرق ولا مفصل إلا وينبض بالحب. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فما أجمل الحب في الله، وما أرق الحب في الله، وما أطر الحب في الله. بل أنا أعجب كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ينادى يوم القيامة على أهل الحب في الله ويقال: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. صح الحب لله جل جلاله، صح كل حب بعده. وإذا لم يصح حب الله تعالى فكل حب بعده أفسد. صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره وليقل له إني أحبك في الله. لازم كلمة إني أحبك في الله يا جماعة دي ذكر، دي عبادة. لما تقول لحد أنا بحبك في الله كأنك ماسك سبحة وقاعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. امسك في إيد صاحبك، امسكي في إيد أختك وصاحبتك وقولي لها أنا بحبك في الله. ده نوع من أنواع الذكر. أسهل طريق تقدر تحجز مكان في ظل الله عز وجل هو من باب رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. ورجلان زي ما قلنا، مش معنى كده ان ما ينفعش 2 ستات، لا 2 ستات برضو تحابوا في الله، تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. هل 2 بس؟ لا، ممكن يبقوا 4 تحابوا. ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالعدد الأقل. أقل حب في الله بيكون بين 2، لكن ممكن يكون 4 5 10 100. تخيل لو 10 ولا 100 بتحبوا بعض في ربنا عز وجل في الله، الظل اللي انتوا هتبقوا فيه شكله ايه؟ سواء كنتوا ستات او رجاله. يا ترى هتتحشر مع مين؟ هتتحشر مع اكتر حد بتحبه. اكتر حد بتحبه هتحشر معاه. حب الحقيقي ما بين الناس ده ألفة ومحبة، وحبك لربك ده أسمى معاني الخير والمودة. يا حبيبي انت الحبيب، يا رسولي انت قدوتي،